السلام عليكم يا احلى متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت وجبت لكم معايا شكيله ديال صابلي غزالين ما شاء الله. ديما كنكوموندي عند واحد السيده اللي هي صديقه ديالي وكلشي كيشكرو، وقلت علاش لا ما نشاركوش معكم. مشيت حتى لعندها وقلت لها شوفي اليوم غادي نحضرك تديري داك صابلي ونسجلو للمتتبعين، وكذلك وهي صراحه ما بخلتش علينا. المهم البنات ندوزو للمقادير. عندنا 4 زبده مالغالين، عندنا كاسوس ديال السنيده فيهم شويه ديال ماشي شويه فيهم فانيا، وعندنا قبيصه ديال الملح. هانتوما غتشوفوا الطريقه كيفاش غادي تخدمهم. غادي تبقى معك ديك الزبده في يعني الحراره ديال المطبخ، غادي تمعكها مزيان حتى غادي تولي عندنا بحال البوماد. جربت الفيديو البنات باش ما يجيش طويل، وهي خدامه. راه انا متبعه لكم جميع المراحل باش تشوفوا الصابلي كيفاش كينجح. الطريقه ما شاء الله عليها. غادي تبقى تعجن حتى غيولي الصابلي كيف ما كنقول لكم بحال البوماد. كاس ديال الزيت، يعني زيت عادي، زيت لوسيول ولا اللي بغيتو ديرو. غادي تزيدوا على هذيك الزبيده وغادي تبقى تخدم هاد المواد مزيان البنات. اهم حاجه البنات في هاد الصابلي هو انه ما كيتدلكش. انا كنت واخده معلومه غلطه، هو الا مشيتي حتى دلكتيه صافي الصابلي كيمشي لك. شوفوا البنات كيفاش ولا ما شاء الله، ولا على شكل بوماد، يعني بوماده. من بعد البنات غادي دير 2 بيضات، حتى هما غادي تزيد تخدمهم مزيان مع هذاك الخليط حتى غينسجموا لينا مزيان. دابا غادي تزيد قشور حامضه، كتنكو باش ما بغيتو. كاين اللي كيدير قشور حامضه، كاين اللي كيدير فلون، قشور الليمونه اللي بغيتو. حنا هاد السيترون جا المذاق ديالو روعه. وغادي دير تخلطو حتى هو، وغادي تزيد الكليكوز. تقريبا واحد 2 معالق ديال الكليكوز كبار. كيف ما عارفين الكليكوز راه كيدوب البنات غير بحراره اليد، يعني انت كتخدميه كيبدا يدوب. الكليكوز البنات الدور ديالو في الصابلي انه كيخليه ما كيتهرش ما كيطيحش ويتفرتت لينا، ما كيتهرش. هنا غنبداو نديرو لا فارين دقيق، غنبداو نزيدو تقريبا ما غاديش يدخل لينا كيلو، ولكن عينك ميزانك. اهم حاجه هي هاد الطريقه البنات. شوفوا كيفاش دارت الصباحه بحال غير كتحربل، يعني حلات الصباع ديال شو البنات، حلاتهم وخدمت بحال شي فوي كتخدم بها. هذه هي الطريقه، قالت لك ممنوع الدلك نهائيا. الا دلكتي غادي يمشي لك. كاينه طريقه اخرى هكا، الا كتبقاي هكا تلعبي بصباعك، او كديري هاد الطريقه، كدي تهزي وتحطي الوسط، تبداي تهزي وتحطي، كتبقاي بهاد الطريقه. واخا انت كيبان لك راه ما مدلوكش، ولكن راه النجاح ديال الصابلي هو هاد التحربيل. خصو تبقى العجينه مرمله، يعني العجينه كيف كنقولوا مرمله. وغتبقى غادا بنفس الطريقه. كتضيف الدقيق تقريبا ما غاديش تدخل، غتدخل واحد 850 درهم ديال الدقيق، 850 غرام حتى ل 900 على حسب نوعيه الدقيق. دابا ها نتوما كيف كتشوفوا، شوفوا الطريقه كيفاش كدير. كتبقى تحاول غير تجمع فيه، يعني ما كدلكش. الا مشيتي حتى دلكتيه الصابلي كيمشي لك البنات. كتبقى غادا بهاد الطريقه، ولا تبعتوا هاد الطريقه ان شاء الله غادي ينجح لكم. بعد ما جمعاتها كتمشي كديري هاد الخط في الصابلي. هاد الخط هو دليل النجاح ديال الصابلي. خاص العجينه تخرج لك بحال هكا اختي، بحال هكا مرمله. ملي كتجري داك الخط كتبان لك مرمله. صافي دابا خدات كرات. الكرات البنات راه ماشي كوراتهم هكا، كرات خداتهم عشوائيين دارتهم وسط البلاستيكه صافي، وبدات كضرب بالمدلك. هاد القياس عادي، خد بلاستيك غذائي ولا بابي كويسون اللي عندك في الدار. هادي بلاستيكه عاديه دارتو الوسط وبدات كتخدم بالمدلك عادي. يا البنات هانتوما شفتوا القياس، حنا غنديروهم ماشي ملاصق، غا الحبه هذا. يعني واللي بغات ملاصق راه كيبقى تشكال، كل وحده كتشكل كيف بغات. شوفوا في الاخير كتضرب بحال هكا، كتجرب المدلك باش كيتقاد، يعني يجي متوازي عفوا. صافي غادي تبدا تقطع دابا، وغنبداو نديرو في كيف ما كتشوفوا في اللاطه. هنا البنات غادي تاخد صابلي وغادي تقلبو بهاد الطريقه باش يجي ساهل. هاد الطريقه ديال الحريفيات اللي كيخدموا صابلي لي كوموند. هانتوما شوفوا صابلي كيفاش جا ما شاء الله تبارك الله. صافي كتبقى هذا هو القياس اللي درنا ديال واحد صافي، وكتبدا تحط في اللاطه. ملي كتقلبو كتجيك في الهزه ساهله. هاد الطريقه ما كنتش انا عارفاها حتى انا، ولكن من دابا غادي نولي نديرها.
هادشي اللي كيشاط. هاد لي شيت الخليله البنات ما كتكوريهمش. شوفوا الطريقه، غا كتجمعي وغتبدا وغتحط عليهم كره اخرى وغتبدا شوفوا كيفاش دارت. حطات عليه العجينه وغادي تبدا تضرب بالمدلك. ما كاينش داك كوري وجمعي مزيان ولولبي، لا ما كاينش، حيت لا مشيتي حتى لولبتيه ولا دلكتيه الصابلي غادي يمشي لك. صافي غا هو تطلق ليها وعاوتاني غنبداو نحطو في اللاطه وغنبقاو غاديين بنفس الطريقه تنكملوا كاع صابلي. وهنا البنات صابلي طاب. شوفوا تبارك الله كيفاش جا مذهب. كتشعلي عليها البنات الفران. سمحوا لي ما قلتش لكم حنا خدمناه في ديال الضو. الا كان عندك فران عادي كتشعلي عليه من التحت بحال الفتيله. شوفوا هنا كيفاش جا البنات، جا مرمل ما شاء الله عليه. كيف قلت لكم البنات الفران كتشعليه يعني مرخوف بحال الفتيلات وكتخليه يطيب على خاطر خاطرو. ما البنات ما غاديش تجهدوا عليه الفران بحال الفتيله. وشفتوا كيفاش جا مرمل. واخا كتلوحيه فوق يعني فوق البوطاجي ولا شي حاجه راه ما كيتهرش لحقاش داك الكليكوز كيخليه ما كيتهرش. نجيو البنات زين صافي كتاخدوا شويه ناباز الكليكوز كدوبوه كدهنوا به وكل واحد كيزين باش ما بغى. حنا خدينا دوك لي مود ديال الشوكولا كل واحد كيزين كيف بغى. حنا هي خدات هاد جوج ديكورات. هانتوما كتشوفونا كيفاش غادي نخدموهم. كتحط الكليكوز وكتحط الشوكولاط باش يلصق وتبدا تعمري بكاوكاو عندك ولا اللوز فيفيلي ولا مهروش ولا اللي عجبك. يعني الديكوراسيون كتبقاو نتوما حرين فيها. حنا عطيناكم لا باز ديال الصابلي كيفاش خصو يتخدم، اما الديكور كل وحده كديكوريه كيف بغات. بالنسبه للبنات الشوكولا راكم عارفين كيفاش كيدوب. باماغي عادي كدوبي الشوكولا في باماغي وكتخدمي به. ما سجلتش اللقطه ديال الشوكولا لقيتها تمحات ليا، ولكن راه كتذوبيه عادي كيف ما قلت لكم وكتبداي تخدمي به في دوك ليمون كل واحد بالديكور اللي عنده. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.